يعني المسعودي رحمة الله عليه ما طول في المجال لأن عمره بدري، الله يغفر له. ولكن اللي يقدمه يعني عادل إنتاج شعراء جلسوا له 70 سنة في الساعة ولا 50 سنة، يعني إنتاجه شاعر يعني بيوت كلها ذهب. ولا يجب طال عمرك إن أحد يتطاول عليه ولا يسير. الآن في ناس طال عمرك يحاولون يقول إحنا ندافع عن المسعودي، بالعكس هم طال عمرك يسيرون للمسعودي، والله ما هم المسعودي ولا لهم، لكن بيشتهرون. في ناس طال عمرك يسبون المسعودي وناس يمدحون المسعودي. المسعودي ما هو ضحيتكم أنتم تتكلمون عنه، شاعر له احترامه وحتى ميت، والتاريخ احترامه، قبيلته احترامه. كيف ليش تحطونه وسيلة؟ أنت عندك وسيلة ثانية أثبت وجوده. سعودي كل واحد يعرف أن الشاعر علم، ما حد يعترض عليه ولا يعترض على ناقص عقل، ولا يتكلم عنه بإساءة سيء شخص سيء. ما من بيتكلم عن المسعودي ولا يتكلم عن المطلق ولا يتكلم على الجبرتي ولا يتكلم على الشعراء اللي رحلوا. على أي صفة تتكلم أنت؟ يعني من أنت حتى تتكلم عنك ناس عاصروا وناس صنعوا تاريخ في الإرث والتراث والشعر وش اسمه، وحببوا الأجيال فيه ووثقوا للأجيال وحفظوها أساسا في وقته. لهم فضل. ليش أنت تجي العاشي؟ من أنت عشان معك جوال وتصور تناول خلق الله، تسب هذا وتمدح هذا؟ من أنت عشان تقيم المسعودي ولا تقيم الجبرتي ولا تقيم مطلق؟ أنت وش موقعك من الإعراب؟ وش هطلع للناس وقول أنا فلان ابن فلان ووضعي كذا وتاريخي كذا وناقش ولا أظهر شعرك؟ وأنا أظهر شعرك وأظهر معرفتك يا أخي. لا تندس صورة ستار وتسب خلق الله وتقول أنا دافع عن فلان وأنت كذاب. ما تدافع عن، ترى تبحث عن الشهرة. لأن بدون اسم الرجال اللي لهم تاريخ ولا مكانة ما لك اسمها أصلا، ولا أحد يعرفك أساسا. يمكن حتى أهلك في البيت ما يعرفونك.